فعلا اختي، في هذيك السيمانه اللي تشفرت ليا فيها انا الدار تشفروا حدايا تقريبا شي 4 ديال الطيور. اختي ما كتسيق الخبر باللي الطيور تشفروا اصلا في هذيك الفتره، حيت اصلا كنا كنضلوا النهار كامل في الخدمه، كيجيبنا غير الليل. وحتى جاو البوليس فاش دقوا على الجيران وهضروا مع العساس، عاد هذيك الساعه كنسمع باللي راه حتى السيمانه اللي فاتت والسيمانه اللي قبل منها راه باللي راه تشفروا الطيور تمايا في الحي اللي كنت ساكنه فيه. بالنسبه اللي قالوا لي هادو اللي شفروكم راهم عارفينكم وكيعرفوكم معاش داخلين ومعاش خارجين، لكن نقول لكم بلي راه عندكم الحق. ولكن هاد الناس ماشي يعرفوناش معرفة شخصية، ولكن عارفين عن طريق العساس، عارفين حيت حنا كان عندنا موطور كناخدوه مع 8 الصباح ملي نكونوا غاديين، وكنحطوه مع 8 العشية ملي كنكونوا راجعين من الخدمة. ونهار الاربعاء كيكون عندنا روبو ما كنهزوش الموطور، كنفيقوا الصباح كنضلوا في الدار، اولا حتى بغينا نخرجوا تنخرجوا حتى ديك الجوج حتى ديك الثلاثه ما كنديوش معنا الموطور. الناس اللي هادو اللي شفرونا حداونا من الموطور اللي كنحطوا عند العساس، من داك الموطور اللي كنحطوا عند العساس عرفونا ما عادش كندخلوا ما عادش كنخرجوا. والنهار اللي عندنا روبو وداكشي علاش خداو راحتهم وتشفرنا مع جوج ديال النهار. هادشي اللي خلاهم ياخذوا راحتهم ويبقاو مرتاحين حتى تعشاو على خاطرهم بالطويجين عاد خرجوا. بالنسبه اختي اللي قالوا لي كيفاش تعاملوا معكم البوليس، زعما شنو هما المراحل اللي خداو وكيفاش الجيران ما سمعوا حتى شي حاجه، واش ما كاينينش الجيران، واش ساكنه بوحدك. اللي جاتهم غريبه زعما رحيل على قد خرج والناس كلها ما سمعت حتى شي حاجه وما شافوا والو. يا اختي فاش جات الشرطه العلميه دقات على الجيران، هما اول وحدين دقات عليهم من بعد ما خدات البصمات وشافت الدار كيفاش الباب مفرقع وداك الشيء. اول حاجه داروها دقوا على الجيران، الدار اللي كانت حدايا والدار اللي قريبه عليا. كلهم قالوا بلي راه حنا ما شفنا والو، يعني كل واحد بدا كيشكي بداكشي اللي عنده، ولكن انا الموضوع ديالي ما هضروش فيه وقالوا بلي راه ما شفنا والو وما حضرنا حتى شي حاجه. اما العساس اختي، العساس اللي كان كيتحط عنده الموتور قال لهم ما شفت حتى شي حاجه. قالوا لي الشرطه اللي شنو هي خدمتك اصلا باش نتايا دار على قد هاد الشفر وانت ما تثقش الخبار وما تشوفش. قال لهم هكا راه ما كنتش خدام انا، يعني كتخلي مخلي غير الماطر والكاميرا مضاربه جهه الموبل ضاربه للجهه الاخرى. وقت البوليس شافوا التاعيه وداو دوك البصمات اللي لقاو ومشاو. صافي قالوا لنا تبقاو تتبعوا القضيه، تبقاو تسولوا عليها. فاختي وكلنا امرنا لله. ومن بعد هذيك الخرجه اللي خرجت من ديك الدار مرضت واحد المرضى اللي هي خايبه، شديت فيها الفراش تقريبا 4 شهور. بالنسبه لك يقولوا لي كيفاش كانت حالتك مورا ما وقع لك داكشي؟ حياك الله اختي تداز 3 سنين مورا هذاك الشيء اللي وقع لينا. كنا مشينا واحد المره غير الرياض والفاع على غفله، شوفوا شي ناس تمايا كنلقاو هذاك العساس دار كروسه ديال الخضره وكيبيع الخضره. قلنا عليه تمايا قال لك باللي راه اصلا في هذيك الفتره اللي انا تشفرت ليا فيها الدار كان واحد جوج خوت كيسكنوا معنا في نفس الموبل، الاختصاص ديالهم هي الشفره ديال الطيور، وكانوا كيديروا ايدهم مع العساس. ما فهمت بان الرحيل ديالي طلع اختي في الدروش.